الكلام عن ام درمان قد يكون يتقسم الى ثلاث اجزاء. يعني ام درمان الستينات والخمسينات، ام درمان السبعينات والثمانينات والتسعينات، ام درمان بعد الحرب. كل فتره لها طعامها ولها مذاقها ولها نكهتها ولها حساباتها. ام درمان يعني في الخمسينات والستينات كانت ام درمان، كانت ام درمان بحقه حقيقه، ناس حنان ومعروفين لبعض. يعني كانت حياه معروفه. يعني ام درمان ناس حي البوسطه وحي السوق، مع ناس حي البحر تحت بيت المال، ناس النباوي بتعرفوا كلهم يعني زي قبيله واحده. اختلفت الشعبيه بعد السنوات وجات هجره غريبه جدا. البلد اتفتحت والبلد بقت عباره عن دوله، الثورات بقت عباره عن دوله. يعني ام درمان القديم بقت جزء يعني صغير بالنسبه لام درمان الوضع الحالي. بالرغم من ذلك كان في امن وكان في امان وكان في يعني حياه كانت رغده وجميله. معروف مدى السينمات، دار الرياضه، استاد الكوره، استاد الخرطوم، استاد المورة، استاد الهلال، استاد المريخ، ساحات الكوره الليج، يعني دار الرياض مرمان، السينمات كانت هذا المساء. كانت حياه كده. والمدارس الوسطى والمدارس الثانويه. نجي لدرمان في التسعينات والالفينات تحولت لدرجه 180 درجه. غيرت المفاهيم، غيروا الناس، غيرت الشحن، غيرت اشياء كثيره جدا. الطامه الكبرى بعد الحرب. بعد الحرب ام درمان تغيرت تماما، تلاشت بكل المقاييس. ام درمان تلاشت وضاعت. نسال الله انه يرجع البلد حقيقي والناس يرجعوا زي ما كانوا، كله زي ما قالوا ارض تحت سماها كله زي في جبله، ونرجع زي ما كنا، زي ما كان ام درمان وزي ما كنا وكان كنا، والطير في السماء كان له هرنا. الباقي ما بتم الشيء الباقي ده. يعني ام درمان يعني الاحداث المشهوره فيها الخمسينات والستينات كان العهد الحزين. ديك قالت تحركوا الخرطوم على سنه سنتين وزين قالوا مات، جات اشاعه انه مات. ذاك انا كنت في اولى كتاب او اولى ابتدائي. فثاني جات احداث النباوي سنه 9 وسنه 70. انا كنت من ذاك في الوسطى والنباوي وتحولت الجزيره هذا. بعدين جلها شرعتها بكل الدراما حقت اللي حصلت ديك وحصل التجول وفتش البيوت والزخم. كنا برضه كنا في الثانوي العام او الوسطى. الاحداث الكبيره حصلت بعد ذاك في ام درمان. بعد حصل الدول انقلاب بتاع حسن حسين الحاجات السياسيه زي ديك الانتفاضه بتاعت نويري. ثاني الاحداث الاهم ذاك الانتفاضه بتاعت ديسمبر. طبعا بالعادي بالاسعار لا استطيع وش الحاصل. لكن يعني ام درمان طبعا لو جيت حسبت حسابات ام درمان كناس سكان وكظرفاء ام درمان يعني معروفين كانوا في سوق ام درمان، الناس الملطفين زي فيصل والناس العاص وكاميليا و محمد بقول عاد عندنا كده ما داير اقوله، لكن يعني القضيه المشهوره حقته مع القاضي بعدين عبد الرحمن. برضه الناس الظراف في دبي يعني والدفاش شفناه شخصيا، شفته كان في البار بتاع الناس اخواننا. الهاي الضلالي في سينا، في شفيع فضل ابو زيد من الصور الحاره الرابعه. طبعا كان مولده ما كانت لا ناس ولا حياه ولا فهمه ولا ثقافته ولا، لكن طبعا الحمد لله انبسطوا الركام من درمان. نسال الله انه يقطع الامه وترجع درمان زي ما كانت بكل ظرافته وكل لطافته وكل ناس وكل وفهمهم للحياه، يفهموا بعض. يعني ردود الجاهزه، القفشات السريعه، يعني يختلفوا كله الحمد لله ما في. نتحدث عن الطرماج. الطرماج ده كان اخر محطه في روف جنب بيسموه كنيف اللي هو كان المرحاض العمومي. بياخد الصينيه هناك وبيرجع تاني بيلف بلفه جامع بروف، بيطلع طوالي بالسيد الجبوري والسيد المكي، بخش المحطه الوسطى بياخد شمال بشارع المورة، بيطلع طوالي لحد ما يوصل الكوبري. عنده كان جديد جوا الكوبري، بخش الخرطوم محطه الوسطى ما دارس كده. ركبت الطرماج الحمد لله. انا اتذكر ركبته ومتذكر السواقين بتاع امه ومتذكر الكراسي اللي فيه. يعني في المعديه بتاعت قبل كوبري شمبات، كان في المعديه بتاعت شمبات قبل الكوبري بيت عريف. اتذكر كان بعدها تلقى الجمال والعيون راكبوا مع النسوان ومع الشفع
فكانت حياه كده يعني الوضع كده كان غريب. اتذكر معديه كل تفاصيلها، حتى الناس اللي انتحروا منها وهو من معديه قصدوا ينتحروا معروفين لدينا طبعا، وحضرنا بكيات وحضرنا بفيلم. نجي بعد ذاك شنو للسينمات. الصورة ما كانت دعمرت في مواد الستينات. كل السينمات كانت العرضة ام درمان والوطنية ام درمان الوطنية وسينما ام درمان. البارات كانت كمية بار انا كده زي كله بارات، في 7 بارات، في الريفيرا، في الجندول، في بار المرسى، في بار السطوح يعني. الزمن ذاك السكن ما كان حرام لكن كان ما عيب لكن كان حرام. فام درمان كانت يعني في كل التفاصيل دي كانت يعني حياتي كده كانت ماشيه. انا بيجي وكالة البيوت مصدقة كانت جوا وسط البيوت السكان برايا شغال وهذا شغال وما كان في شغال بالتالي، الحياة كانت ماشية بكل زحمة. نجي بعد ذاك لمحطات الناس المهمة في درمان. يعني عندك أسري عبد الله خليل، جعفر النميري، دي رؤساء الحكموا في درمان هنا. تجي بعد ذاك للناس الوزراء كانوا في درمان، الصادق المهدي في درمان برضه. نجي احمد سليمان حزب شويه، خضر حمد بيت المال، زيدان السيد بروف وزير الصناعه، مكه وسمكرة الملازمين. الملازمين طبعا دي تعتبر جديده نوعا ما يعني زي ثورات. ما يعتبر زمان تعرف السور كانت منطقه فاضيه كده وكان فيها تمرمونه شكلها كده غابات، لكن طبعا بقت منطقه لها وزنها يعني ومن ارغب هذا درمان. بعد ذلك نجي طهارين في جزايا، في اسماعيل طهار الاخضر، اسماعيل مجدوب الحي الدومه. دول الناس اللي كانوا مشهورين بالقتال الاطفال. والدعايات المشهورات طبعا اللي في زبير وفي الشجره والشغل الدايه وام كليف في حي العرب. يعني الدعايات كانوا بالعدد كده، ما كانت في ما كانوا مقابلات ما كان فيها يعني مقابلات درمان بس في البدايات. وفي الطلب حيث ما طلب مع دكتور الخصال لما يكون في توافق في الجماعة. يعني كانت حياه اشبه بالبداوه، يعني خليط بين قريه وبين مدينه، لكن الحمد لله عشناها بكل تفاصيلها والحمد لله. يعني درمان نسال الله انها ترجع زي ما كانت واسرع فرصه ممكن ان شاء الله. قبل ما نموت نشوف رجعت ثاني.